السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدوري المصري 2026 ومباراة الزمالك وبيراميدز وتحليل عشوائي فيما قبل المباراة. والزمالك يقابل بيراميدز ازاي من وجهة نظري؟ التشكيل من وجهة نظري: المهدي سليمان عشان رجله في الملعب. شخصيا لو محمد عواد جاهز يعني افضل ان هو يبدأ. باك يمين محمد ابراهيم، اتنين مساكين محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد، لان الونش مش جاهز. لو الونش اللي جاهز يبقى الونش وحسام عبد المجيد. باك شمال فتوح. في نص الملعب عبد الله السعيد ومحمد السيد ومحمد شحاتة. وليه مش احمد ربيع؟ لان عبد الله السعيد المباراه دي بالتحديد محتاجه خبرات، محتاجه لعيب يقدر يتحكم في رتم المباراه. فعبد الله السعيد الانسب. طرف شمال بقى بنتايج: بزيرة، ناصر منسي. خطورة البيراميدز، ناصر ماهر متألق جدا الفترة الأخيرة. لازم نص الملعب يكون عينه على ناصر. هو بيتحكم في المباراة ومتألق الفترة الأخيرة مع بيراميدز. الشيبي بنتايج وفتوح يقدروا يوقفوه. فنهدى، نلعب تحت الكورة، ما نتسرعش زي ما احنا مثلا بدأنا المباراة الأخيرة قدام زد. كنا مندفعين، مش هينفع تبدأ بنفس الاندفاع قدام بيراميدز وتاخد واحدة يا معلم. وناصر منسي الفترة الأخيرة عامل مجهود كبير جدا، متألق، بيهدف وبيعمل اسيست. ان شاء الله يكون الفوز للزمالك. ولكن ايا كانت نتيجة المباراة، كمشجع زملكاوي ورا الزمالك وداعم للزمالك، مش هتأثر على تشجيعنا للزمالك، مش هتخلينا نفقد الامل. دمتم جميعا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.